سنة 2020 بيدخل شخص محل دهب، وبعدها بشوية بيتم القبض على أذكى سفاحين مصر عن طريق الصدفة، سفاح الجيزة. يا ترى ايه هي حكايته بالتفصيل؟ قذافي فراج عبد العاطي اتولد سنة 1973 في منطقة بولاية دكرور، واتخرج من كلية الحقوق بس ما اشتغلش بيها، واشتغل في الأعمال الحرة، ومع الوقت والشغل بقى عنده سلسلة مكتبات ومصنع للعب الأطفال. سنة 2015 راح لحد عشان يرشحه لأهل إحدى الفتيات كان معجب بيها وعايز يخطبها، وبعد ما اترفض كذا مرة بالفعل خطب لسيدة تدعى فاطمة الزهراء، بعد ما أهل البنت سألوا عليه واتأكدوا من حسن سلوك قذافي في منطقتهم، ولأنه كان جديد على المنطقة ومحدش كان بيسمع له صوت، وغير إنه ما كانش عليه أي علامة من علامات الإجرام، وكمان خطيبته كانت اتأكدت إن مفيش على ذمته أي واحدة تانية. فتح مكتبة جديدة وشارك أهل خطيبته. كانت لفاطمة الزهراء أخت اسمها نادية، ودي تقريبا عرفت حاجة على قذافي ليها علاقة بعمليات النصب اللي كان بيعملها واللي هنعرفها قدام. وحس قذافي إنها ممكن تهدد مسيرته مع خطيبته فاطمة الزهراء، وهنا ابتدى الرسم للجريمة الأولى. قذافي كان ذكي جدا في التصرف، وكان بيعرف الأشخاص اللي معاه ونقط ضعفهم وإزاي يدخل لهم منها. قذافي كان يعرف عن نادين إنها بتحب التمثيل جدا، وكانت بتحلم إنها تحقق الحلم ده، وابتدى يصحي جواها الحلم ده وأقنعها إنه يعرف منتج سوري شافها وعجبته وعايزها تمثل معاه كام إعلان بس برا مصر. وفعلا البنت ابتدت تقنع أهلها بالفكرة، ولكن أهلها رفضوا رفض تام، وخصوصا والدها خوفا على بنتهم، ولكن مع الحاه بنتهم حبوا إنهم يخلوها تعمل الحاجة اللي بتحبها. ولكن والدها اشترط إن المنتج السوري ده يجي لهم البيت عشان يتأكد من صحة كلامه، وفعلا حصل، والراجل كانت معاه أوراق تثبت إنه معاه شركة إنتاج وإنه عنده معرفة بالوسط الفني. وبالفعل جهزت نادين ورقها والباسبور، وفي ميعاد السفر وصلها أهلها، وكان مع نادين بنتين كمان. وهنا نجحت خطط القذافي إنه يبعد بنتهم نادية، ولكن لسه الجريمة ما حصلتش هنا. قذافي كتب كتابه واتجوز فاطمة الزهراء، ولكن أهلها كانوا وقتها بيسألوا على بنتهم نادين، لأن رسائلها اتقطعت من فترة ومش عارفين يوصلوا لها. وحصل خلاف كبير لدرجة إنه اتضرب من أهل فاطمة الزهراء عشان فاكرين إن بنتهم ضاعت وهو السبب، ولكن اللي مش عارفين وقتها إن قذافي كان قتلها بعد ما سابت البيت بوقت قريب جدا. والكلام ده قاله قذافي في التحقيقات وهو بيمثل الجريمة، وقال إنه قتلها خنقا ودفنها في شقة أهل المهندس رضا، واللي كان فاضي تماما نظرا لسفر أهل المهندس رضا صديق عمره، واللي كانوا بيثقوا فيه ثقة عمياء بتوصيات من المهندس رضا. يا ترى مين هو المهندس رضا؟ تاني ضحية كانت صديق عمره المهندس رضا محمد. المهندس رضا كان يعرف قذافي من طفولته، وعشان كده كان بيأتمنوا على حاجته، وكان دائم السفر للخارج لعمله بسبب شغله كمهندس، وكان عامل توكيل لصديق عمره قذافي بالتصرف في فلوسه، لأن قذافي كان وقتها شغال في الأعمال الحرة وبيشغل الفلوس اللي معاه. وعشان كده المهندس رضا ملقاش حد أأمن من صديق عمره إنه شغل له فلوسه. ومش بس كده، ده أهل المهندس رضا كمان كان بينصحهم إن هم يثقوا فيه ويدوله فلوس عشان يشغلها لهم. وجت اللحظة اللي حولت القذافي لسفاح بسبب الطمع. قذافي طمع في ممتلكات صاحب عمره، وبالتوكيل حول كل ممتلكاته لنفسه. ولما اكتشف المهندس رضا عملية النصب رجع بسرعة بهدف تصفية الحسابات مع قذافي، ولكن قذافي هنا بهدوء أعصاب استقبله في المطار ووعده إنه يرجع له فلوسه. وخدوا على بيت المهندس رضا وعزموا على أكل الكشري بيحبها المهندس رضا جدا، ولكن المهندس رضا ما كانش يعرف اللي متخطط له. القذافي كان مجهز قطعة حديد يخبط بيها المهندس رضا وهو بياكل، وكمان مجهز له قبر في عمارة تابعة لأسرة المهندس رضا اللي كانت فاضية، وبالمناسبة كانت قريبة من المكان اللي كانوا قاعدين فيه، وكان معمول ليه توكيل بيها. ومش بس كده، قذافي كان حاطط سم في الكشري، وفي وسط الأكل اتوجع المهندس رضا من السم، وجري بسرعة قذافي وجاب قطعة حديد وخبطه كذا مرة عشان يتأكد انه مات، وشاله في كيس كان مجهزه. وفي اعترافات قذافي في تمثيل الجريمة أمام المباحث والنيابة إنه عشان ضعف بنيان جسمه أجر عمال يشيلوا الشنطة اللي فيها المهندس رضا،
بعد ما قذافي بنفسه لفها وقفلها كذا مرة عشان يخبي ملامح الجثة، ونقل معاها شوية حاجات بحجة انه بينقل شوية أثاث، ودفنها في دور أرضي في العمارة بتاعت أهل المهندس رضا اللي اتكلمنا عليها من شوية، وفي نفس الشقة اللي دفن فيها نادين، ولكن في غرفة تانية. والجريمة دي كانت في شهر 4 2015، يعني بعد جريمته الأولى بشهر. قذافي ما كملتش جريمته هنا. قذافي عمل توكيل بكل ممتلكات المهندس رضا وباع جزء منها. وفي نفس السنة، سنة 2015 ولكن شهر 7، كانت جريمته الثالثة. قذافي كان متجوز قبل فاطمة الزهراء بسيدة تدعى فاطمة زكريا، ولكن كان مخبي في الأوراق إنه كان متجوز قبل كده، وده بسبب خلافه الدائم معاها، ولأنه كان ناصب عليها في فلوس. كان في بينهم مشاكل لسه ما خلصتش، وهددته في الوقت ده إنها تبلغ عنه، والكلام ده من الجيران في التحريات بعد ما اتقبض عليه. وهنا قرر إنه يقتلها بالسم زي الجريمة اللي قبلها، وفعلا خطط لجريمته ونفذها، ولكن المرة دي بطريقة دموية أكتر. قطعها لقطع صغيرة وحطها في ديب فريزر في شقتهم، ولما اتأكد إنها اتجمدت قرر إنه يجيب عمال وينزل الديب فريزر بالجثة اللي فيه. ووصل الديب فريزر لبيت أهل المهندس رضا، المكان اللي دفن فيه الضحيتين اللي قبل كده، وحطها في شنط ودفنها في نفس الشقة بيت أهل المهندس رضا. وبعد ما نفذ جريمته راح لأهلها الصبح ومعاه بنتها، واتهمها إنها خدت منه فلوس وهربت. وابتدت الاتهامات من أهل فاطمة القذافي بسبب عدم تبليغه باختفائها في اليوم اللي قبله، وابتدوا ينزلوا يدوروا على فاطمة على أمل إنه يلاقوها، ومعاهم قذافي مرتكب الجريمة. ومن ضمن الأماكن اللي كانوا بيدوروا فيها كانوا جيران قذافي هو ومراته فاطمة زكريا، واللي أكدوا إنه كان دائم الخلاف مع طليقته في الفترة السابقة، واللي كمان شافوا عمال بينقلوا الديب فريزر. وهنا الوحيد اللي تخيل الجريمة كان أبو فاطمة، اللي اتهم في محضر رسمي قذافي إنه قتلها وحطها في الديب فريزر، ولكن تم التحفظ على القضية لعدم اكتفاء الأدلة. وفي 2016 السنة اللي بعدها حب يبعد عنه اتهامات أهل فاطمة الزهراء، وفكر إنه يسافر خالص، ولكن ما ينفعش يسافر باسمه دوت. وفي يوم كان مخطط له قذافي جدا بدقة، كان مجهز ورق جديد لشخصيته وبطاقة جديدة، وعشان يسيب مراته فاطمة الزهراء اتحجج إنه نازل يجيب لبنتها حاجة، ونزل. ودي كانت آخر مرة فاطمة وأهلها يشوفوه سنة 2016. وفي نفس الوقت أهل المهندس رضا كانوا موكلين محامي للبحث عن المهندس رضا بسبب عدم معرفتهم بمكانه، واللي كانوا دايما بيواجهوا قذافي بالسؤال على مكانه، ولكنه كان بينكر دوت وبيروح يدور معاهم على مكانه. وقرر قذافي يغير اسمه لاسم المهندس محمد رضا على اسم صديقه اللي قتله. انتحر شخصيته وباع شقته وجميع ممتلكات المهندس محمد رضا لأنه كان معاه توكيل بدوت، وكمان الشقة اللي فيها الجثث بعد ما جددها تماما وغير السيراميك وعرضها كمان للبيع، ولم الفلوس وغير مكانه لإسكندرية. وهناك قذافي اشتغل باسم المهندس رضا اللي منتحر شخصيته، وفي مكان شغله كانت موجودة الجثة الرابعة. القذافي فتح مكتب أجهزة كهربائية، وكان عاملة شغالة هناك كان اسمها ياسمين، عجبته وخطبها. ياسمين كانت شغالة معاه، ولأن القذافي كان مرتاح ماديا وقتها أقنعها إنها تديله فلوسها ويشغلها لها بنفس الطريقة اللي بيعملها. وبعد فترة ابتدت ياسمين تطالبه بالفلوس دي، ولكن قذافي عشان يسكتها قال لها تعالي هديكي بالفلوس دي أجهزة في المحل. وفعلا راحت له المكتب، وللأسف ما كانتش عارفة القدر اللي مستنيها هناك. قذافي خنقها وقتلها ودفنها في مخزن الأجهزة الكهربائية التابع للمكتب، وكمان زور توكيل باسمها وسحب كل الفلوس اللي محوشاها في دفتر التوفير. وابتدى قذافي يغير مكان سكنه، وهناك في الإسكندرية قرر انه يدور على واحدة تانية يتجوزها، وبنفس الطريقة اتعرف على عيلة في اسكندرية مرتاحة جدا ماديا. اتجوز قذافي وقتها من دكتورة صيدلانية اسمها نهى، وهنا حس محمد انه محتاج يحكي لمراته على حاجة من الاسرار اللي مخبيها، وابتدى يصارحها في لحظة ثقة منه. وابتدى قذافي يصارحها ويقول لها ان رضا مش هو اسمه الحقيقي، وان اسمه الحقيقي هو قذافي. وهنا مراته ما استنتش تسمع باقي اسراره، وقلبت عليه واتهمته بالاحتيال، وبلغت ابوها وامها بموضوع الاسم، ونصحوها انها تسيب له البيت وتروح تقعد معاهم تمهيدا للانفصال عنه.
وفعلا انفصلوا، وابتدى القذافي يفكر في طريقة للانتقام منها، واستنى الوقت اللي أهلها هيكونوا سايبين البيت، ولبس لبس نقاب وراح دخل بيت والدها وسرق كل مقتنياتهم الثمينة زي الذهب والفلوس. وبعد ما عمل كده هرب، وابتدى انه يبيع المشغولات الذهبية لحد ما بقى معاه كمية فلوس كبيرة. وأهل نهى حرروا محضر سرقة في المهندس رضا، وهنا ساب قذافي مكانه وغير مكان تاني وقرر انه يتجوز، ولكن هنا غير اسمه لمحمد مصطفى لتاني مرة. وكأن الجواز هو الحاجة اللي بتنسيه كل اللي عمله، وحصل فعلا تعارف بنفس الطريقة، واتجوز واحدة اسمها مي، دكتورة برضه، ولحد الوقت ده ما كانش باين عليه أي علامة من علامات الإجرام. وقرر في يوم يسرقها هي وأهلها لأنهم كانوا عيلة مستريحة ماديا جدا، واستنى الوقت اللي كانوا فيه خارجين ودخل سرق كل الذهب بتاع والدها، واللي كانت مي مراته الأخيرة بتقول إنها تقدر ب2 مليون جنيه، وابتدى إنه يبيع فيها لبعض المحلات. كانت أسرة نهى لما حصلت السرقة ابتدت إنها تعمل نشرة بالمشغولات الذهبية لكل محلات الذهب، بجانب المحضر اللي معمول اللي بيتهبوا فيه المهندس رضا قبل ما غير اسمه لمحمد مصطفى، وكمان الأقسام عشان لو شافوها مع أي حد يقدروا يبلغوا عن المشغولات المسروقة. وفي محل من محلات الذهب كان قذافي بيبيع بعض الذهب، ولسوء حظ قذافي الوحش كان المحل معاه النشرة بالمسروقات، اللي لما شاف المشغولات استأذن قذافي ودخل يبلغ البوليس على طول. البوليس طلب منه انه يعطل القذافي على قد ما يقدر، وبالفعل جه البوليس بأقصى سرعة وقبض على قذافي بتهمة السرقة، وتم تحرير محضر سرقة باسم المهندس محمد رضا صديقه اللي انتحل شخصيته، لأن الحاجة اللي اتمسك بيها هي حاجة أول زوجة اتجوزها في اسكندرية نهى. وهنا قضية السرقة اتعرفت في الجيزة لأنها باسم المهندس رضا اللي إقامته في الجيزة، وكان هنا دور محامي المهندس رضا اللي اتفاجئ إنه سمع عن المهندس رضا، واللي لما راح الاسكندرية اتفاجئ أكتر إنه القذافي مش المهندس رضا، واتأكدت شكوكه إنه عمل في المهندس رضا حاجة. وهنا ابتدت المباحث تخنق عليه التحقيق، ومع الضغط اعترف بجرايمه ومثل بيها في مكان وقوعها، وبتنتهي يمكن أذكى جريمة تحصل في تاريخ مصر بسبب الطمع. سلام.